واش عمرك تخيلتي بلي هاد التكنولوجيا اللي بين يدينا اليوم وهاد الاقمار الصناعيه اللي كتصور كاع الشوارع والبيوت تقدر تكون عمياء قدام واحد السر مخبي وسط المحيط. العلماء كيقولوا بلي حنا كنعرفوا على سطح القمر اكثر من اللي كنعرفوا على اعماق البحار ديالنا. واليوم غادي نهضروا على واحد من اكبر الالغاز في التاريخ الاسلامي والبشري. قصه ماشي من الخيال، بل هي شهاده عيان ل 30 راجل تاهوا وسط المحيط وصدموا العالم بداك الشيء اللي شافوه. غادي نمشيو لواحد الجزيرة مجهولة، وغادي نقابلوا الجساسة، وغادي ندخلوا لواحد الدير قديم باش نشوفوا أخطر سجين في التاريخ. علاش هاد السجين سول على نخل بيسان، وعلاش بحيرة طبرية هي الساروت ديال الخروج ديالو. واش كاينه علاقة بين هاد الجزيرة ومثلث برمودا؟ واش الماسونية عندها يد في إخفاء هاد المكان؟ شدوا الصف، هذه حكاية غتخليكم تعيدوا النظر في كل شيء اللي كتعرفوه. قبل ما نبداو الرحلة خاصنا نعرفوا شكون هو الراجل اللي شاف الدجال. تميم بن أوس الداري. هذا الراجل ما كانش مسلم في الأول، كان راهب نصراني عالم بالكتب القديمة وعايش في فلسطين. يعني السيد قاري فاهم وعارف الرموز الديانة مزيان. تميم الداري ما كانش كيهضر من فراغ، وفاش أسلم وجا عند الرسول عليه الصلاة والسلام وحكى له القصة، النبي فرح بزاف لدرجة أنه جمع الناس في الجامع وخطب فيهم. علاش؟ لأن الشهادة ديال واحد كان نصراني وشاف داكشي اللي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تأكيد قاطع وتثبيت للمؤمنين. هذه المصداقية هي اللي كتخلي القصة ديالنا اليوم مرجع أساسي. العام التاسع للهجرة، تميم ركب مع 30 راجل من قبائل لخم وجذام. الرحلة كانت عادية في البداية، ولكن فجأة الجو تبدل، العاصفة بدات والريح بدات كتلعب بالسفينة بحال كرة وسط المحيط. تخيلوا معايا شهر كامل 30 يوم وهما تالفين وسط الظلام والموج، ما بقاو عارفين واش هما في الشرق ولا في الغرب. هذه المدة الطويلة كتعني باللي السفينة مشات بعيد بزاف على اليابسة المعروفة في ذلك الوقت. ومع غروب الشمس ديال اليوم 30 بدات كتبان لهم واحد الأرض وسط الضباب، جزيرة معزولة صامتة وكأن الزمن وقف فيها. هبطوا من السفينة ودخلوا الجزيرة، وتما كانت الصدمة الأولى. غير حطوا رجليهم على الرملة خرج لهم كائن غريب، وصفوه باللي فيه الشعر لدرجة ما كتفرقش ما بين الوجه ديالو والظهر ديالو. سولوها بالخلعة: ويلك من أنت؟ جاوبتهم بصوت بشري: أنا الجساسة، سميتها جاية من التجسس، خدمتها تجمع الأخبار وتوصلها لداك السجين. الجساسة قالت لهم باللي كاين واحد الراجل في الدير كيتسناكم. فاش دخلوا للدير شافوا أعظم إنسان في الحجم، ضخم قوي ولكن مقيد بواحد الطريقة وحشية. يديه مربوطة لعنقه ورجليه مقيدين بحديد ثقيل. هذا الشخص هو المسيح الدجال. الدجال بدا كيسولهم بحال شي محقق خبير، وسألهم على 3 ديال الإشارات هما اللي كيهمونا اليوم. أول وحدة النخل بيسان، واش باقي كيولد؟ فاش قالوا ليه قال لهم يوشك ألا يثمر. واليوم النخل بيسان اللي كاين في فلسطين تبدل حاله بزاف بسبب التغييرات البيئية والصراعات. ثاني سؤال عطاهم هو حالة بحيرة طبرية، هذه هي الصدمة. سألهم على الماء ديالها، واليوم العالم كامل كيشوف كيفاش المنسوب ديالها كينزل لمستويات تاريخية. وسولهم سؤال أخير اللي كيخص نبي الأميين اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فاش عرف باللي النبي انتصر قال لهم: أنا المسيح الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. دابا نجيو للمعقول والجدل الكبير، فين كاينه هذه الجزيره؟ كاينه بزاف النظريات غناخذوا منهم 3. النظريه الاولى كتقول بانها هي جزيره سقطرى. بزاف كيشوفوا باللي سقطرى اليمنيه هي البلاصه بسبب الاشجار الغريبه ديالها بحال دم الاخوين اللي ما كايناش بلاصه اخرى في العالم. النظريه الثانيه كتقول بان مثلث برمودا والماسونيه عندهم علاقه. كاين اللي كيقول باللي القوى الخفيه او الماسونيه عارفين هاد البلاصه وديرين عليها حراسه مشدده، كيربطوا بين مثلث برمودا وسجن الدجال. كيقولوا باللي تما فين كاين تشويش اللي كيمنع الساتيليت يصور، حيت تما فين كاين الحقيقه. وحاليا السؤال مطروح: علاش التكنولوجيا عاجزه؟ واش ميريكان ونازا مخبين شي حاجه؟ العلم كيقول باللي اكثر من 80% من البحار مازال مجهول، وممكن تكون الجزيره محميه بحجاب رباني ما كيشوفها غير الله سبحانه وتعالى، واللي بغى الله سبحانه وتعالى يشوفها. هل سد يجوج وماجوج؟ الأخير، قصة تميم الداري هي تذكير لنا كاملين: الدجال ماشي خرافة، هو حقيقة كتقربنا
وكتقرب منا كل نهار مع جفاف البحيرات وكثرة الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال باللي هو أعظم فتنة منذ خلق آدم حتى قيام الساعة. السؤال اللي بغيت نطرح عليكم، واش كتظنوا باللي التكنولوجيا غادي تكشف هذا السر شي نهار، ولا غادي نبقاو نتسناو حتى يخرج هو براسو؟ خليو لينا آراءكم في التعليقات، بارطاجيو الفيديو مع أصحابكم باش يوصل النقاش لأكبر عدد، وما تنساوش لايك وابوني باش تدعمونا نكملوا في هذه السلسلة. الله